السلام عليكم الغزالات ديالي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ في امان الله. نتمنى يا ربي تكونوا دائما على خير وبخير، اموركم واحوالكم طيبه ان شاء الله. القصه ديال اليوم قصه اللي زوينه بزاف وغادي نستافدوا منها لواحد الدرجه اللي هي كبيره بزاف. كيف ما كنعرفوا الحياه ديالنا داكشي كله اللي كنعيشوه فيها مقدر ومكتوب، والمكتوب ما منه هروب. وغادي ندوزو مباشره باش نسمعوا القصه ديال فاطمه. سميتي فاطمه، عايشة في أسرة كتكون من أب وأم وثلاثة ديال الخواتات، كلنا بنات عايشين في دار في العروبية، والمدرسة بعيدة علينا. كيف ما كتعرفوا في البوادي البنات أكتريتهم ما كيكونوش كيقراو إلا كانت المدرسة بعيدة، وهذا هو حل الدوار كان عندنا. ما كانوش البنات نهائيا كيقراو، بعكس الدراري كانوا كيقدروا يقراو لحد السادس أو لا الإعدادي. هذا هو الجهد ديالنا في الدوار. المهم كنا عايشين هكا حنا مع با. الاب ديالي عنده واحد الارض اللي هي كبيره الحمد لله، عايشين في الدار مرتاحين. عندنا الكوري ديالنا، فيه بهيمات، فيه غنيمات، فيه بقيرات، كان دجاج الحمد لله. الارض ديالنا فيها كل شيء ولله الحمد. الاب ديالي كان مقابل الارض ديالنا بالفلاحه وديك الشيء، مره تنعاونوه. وحنايا في الدار البنات كنا عايشين مقابلين، ها اللي كتسرح، ها اللي كتحلب، ها اللي كتقاد الشغيل ديال الدار، ها اللي كتقابل الدجاج. راكم عارفين المهم الحياة ديال البادية. كنا الحمد لله واحد الأسرة اللي عايشة نشيطة والحمد لله يعني وفرحانين. واخا الاب ديالي كانوا عنده غير البنات وفحنا في الباديه، راه كان عيب شويه ان الراجل يكون عنده غير البنات. يعني الراجل اللي ما تيكونوش عنده الدراري بحال كيكون نقص عنده في الرجوله ديالو. وهذا الشيء اللي كان كيشوف الدوار كله كان كيشوف هاد النظره هذه في الاب ديالي. بعكس الاب ديالي الحمد لله، اللي كان واحد الاب اللي متفهم والحمد لله تعرف بينه وبين الله. وكان عويناته هما حنايا بثلاثه بينا، انا وخوتي. انا هي الكبيره في خوتي وعندي جوج ديال البنات صغار مني. كنا النهار تيمشي الوالد ديالي للسوق ما كان البنات كيخلي ما يجيب لينا، ما يخلي ما يجيب. لقى حوايج كيجيبهم لينا، لقى الفاكهه، يلقى الديسير، الخضره، بعكس داكشي اللي عندنا في البلاد ديالنا. اي حاجه كان كيلقاها ما كيخلي ما يجيب لينا. وكانوا عمامي وعماتي بحكم انهما والدين الاولاد كانوا دائما كيقولوا له ايوا زدتي فيه، زعما بحال ما عرف شنو والد غير البنات وداير عليهم هاد الحاله. وكان الاب ديالي كيقول لهم هادوك البنات هما الجنه ديالي، نتوما طفروه بولادكم. انا هادوك البنات هما حياتي وهما العوينات باش كنشوف. والحمد لله ما عمره ما حسسنا، بالعكس كنا دائما متميزين في هذاك الدوار، وما كاينش اللي كيقدر يزيد لينا لا من العائله دبا ولا من الناس ديال الدوار. كان داير لينا واحد الهيبه وواحد القيمه اللي زوينه بزاف. كنا كنحسوا براسنا واخا حنا عايشين في العروبيه، ولكن بحال حنا ماشي في العروبيه، لا في لباسنا ولا في الهيئه ديالنا ولا في كل شيء. يعني كنا عايشين واحد الفشوش اللي ما يعني الناس بزاف كانوا كيغيروا منا، وخاصه كيف ما قلت لكم عمامي وعماتي. داكشي اللي كاين البنات. المهم كنا هكا عايشين بخير وعلى خير حتى لواحد النهار غادي يمرض الوالد ديالي، وهنايا غادي نوضو نديوه للطبيب باش نعرفوا شنو المشكل. ما خلينا فين سبقنا به، ما خلينا فين مشينا، ما خلينا فين قلبنا، وما عرفناش شنو المشكل ديالو. هنايا البنات كنا كنسبقوا، ولكن ما كناش كنمشيو لعند اطباء اختصاصيين. يعني كنا كنقلبوا في الطبيب ديال الدوله، كيقولوا لنا سيروا هنا، زوروه هنا، ديوه لهنا، ديوه لهنا. ما كنا كنخليو به حتى شي بلاصه. حتى لواحد النهار وانا نقول لماما غادي نهبطوا للمدينه وغادي نشوفوا شي طبيب اختصاصي اللي غادي نديو له با نعرفوا شنو المشكل عنده. داكشي اللي كان هزينا با وديناه للطبيب، درنا سكانيرات، درنا الراديوات، درنا المهم داكشي اللي خاصو يدار. وهنايا غادي تكون الصدمه الكبيره اللي ما كناش دايرين ليها الحساب نهائيا، بحكم ان با كان باقي صغير. يعني العمر ديالو في الربعينات، والام ديالي كانت باقيه صغيره، وحتى حنا كنا باقيين صغار. فما عمرنا ما جاتنا حتى البال الوالد ديالي يقدر يمرض بهذاك المرض. منين شاف الطبيب ديك الفحوصات اللي دار ليه،
كيقول لينا بأنه عنده سرطان في العظم، وهذا السرطان جا في المرحلة الأخيرة، وحنا الوالد ديالي ما عمرنا ما حسينا بأنه مريض ولا عيان حتى طاح هذيك الطيحة في دقة. بكينا وجدبنا وما خلينا ما درنا، وجاو الناس وبكاو. المهم ميمتي كانت تقهرات ديال بصح يعني عرفت راسها غادية تهز واحد الحمل اللي هي ماشي قدو، ما كتعرفش لا فين تخدم ولا حتى شي حاجة، بحكم أن حنايا كنخدمو غير في البلاد ديالنا وديك الشي اللي عندنا في العروبية. صافي بقينا هكاك واحد المدة، المهم حتى من بعد غادي يتوفى الوالد ديالي فجأة. البنات كنا جالسين تعشينا، دخلنا لبليصتنا، ومن بعد حتى كنسمعوا امي كتغوت. جات تفيق با لقاتو مول الامانه دا امانتو، نضنا وغوتنا وجدبنا. جاو الناس من الناس ديال العروبيه، كلشي تجمع علينا الدوار. صافي المهم درنا ليه ديك العشاء ديالو ودفناه. ما داز البنات حتى 3 ايام حتى كنتصدموا بعبامي غاديين يجيو لعندنا وغادي يقولوا لينا بغينا الورث. حنايا ماشي بقى فينا الحال على الورث، حنا بقى فينا الحال قلنا بحال كانوا كيتسناوه غير يموت. ما نكذبش عليكم، غوتنا عليهم ودابزنا معاهم وقلنا لهم يعني ما احترمتوش الحزن ديالنا عليه. ما بقاش فيكم هو اللي مشى وبقى فيكم غير جايين كتسولوا على الورث. صافي المهم بقات القطيعه بيننا وبينهم واحد المده، وكيصيفطوا لينا الناس مره مره. هنايا امي جمعاتنا وقالت لينا بانه غادي خصنا نفرقوا داك الورث، هذاك حقهم وخاصهم يديوه، وباش حتى حنايا نرتاحوا نعرفوا اللي لينا واللي علينا، ونهزوا راسنا بداك الشيء اللي غادي يبقى لينا. هاد الشيء اللي كان البنات. المهم من بعد مده عيطنا لعمامي وجينا وقلنا غادي نقسموا هذيك البركه اللي عطا الله. تجمعوا عمامي وعماتي وتجمع جدي وجداتي، بحكم ان العائله ديال ماما كانوا في واحد الدوار اخر، يعني كانوا غير العائله ديال بابا. عيطنا ليهم تجمعنا، هضرنا. المهم قلنا ليهم كيفاش غادي نقسموا ديك الشيء، ناضوا قسموا ديك الشيء كيف ما بغاو هما، عطاونا داك الشيء اللي بقى. واخا ما كناش راضيين بهذيك القسمه، ولكن امي كانت بحال مهرسه ومازال ما نساتش الحرقه ديال با الله يرحمه، فخلاتهم داروا اللي بغاو. وما كانتش كتسوق، كتقول لك انا مشى ليا اعز واحد كان حسن ليا من هاد الارض ومن هاد الدار، يديو اللي بغاو ويخليو اللي بغاو. هادشي اللي كانوا داو البنات كل شيء، خلاو لينا غير داكشي اللي ما فيه ما يدار وما فيه ما يتشاف. واحد عمي زعما قلنا قلبوا علينا، قال لينا انا غادي نخلي حقي معاكم وغادي نخدموا جميع، وغادي ديك ساعه اللي جا غادي نقسموه. كنا على بركه الله. واخيرا بقى لينا شي راجل في هاد العائله على من نتكاو. خدم عمي في هذيك الارض العام الاول العام الثاني، فين ما نقولوا ليها عمي خصنا كيقول لك ما جاش، عمي ما جاش. لدرجه البنات اننا ما بقينا كنلقاو ما ناكلوا. الخيرات ديال هذيك الارض ما بقيناش كنشوفوها نهائيا. البقر تباع، البهيمات تباعوا، داك الدجاج كله تباع، البيض وداك الشيء اللي بقى كله كتستافد منه غير مرت عمي. ولاد عمي ولاو عايشين على ظهرنا، حنايا ولينا بحال شي يتامى. ونيت راه حنا كنا يتامى، ولكن حنا كنا بخيرنا. يعني كون كان بقى لينا غير خيرنا راه غادي نعيشوا به مخيرين، ما غادي نوقفوا على حتى شي واحد. بقينا هكاك اليوم غدا اليوم غدا، فين ما كانت امي كتمشي وكتهضر معاه تيقول لها اش غادي تفهمي نتيا، راه البلاد ما كتجيبش وما كديرش، وبلاد وشنو كان فيها ما يدار. كتسكت مينتي وكتردها لقلبها وتبقى غير كتشوف. بقى فيا الحال ومشيت وهدرت مع عمي وقلت له عمي شوف، يا اما غادي تعطينا حتى حنا باش نعيشوا، يا اما عطينا حقنا وخذ حقك والله يعاوننا ويعاونك. قال لي واش انايا كرهت لكم فيه، واش انايا شنو هذا، ومشى قالها لعمامي وكل شيء، ولا كيقول لينا ما فيكم خير، هو دار فيكم الخير وانتوما يعني كتردوا له، رديتوا الشفار ورديتوا دايلكم حقكم. قلت لهم راه ما عندنا ما ناكلوا، راه ما كنلقاو ما ناكلوش، هو ولادو عايشين بخير واكلين شاربين، وحنايا عايشين في هاد الدل وفي هاد القهره، راه ما يمكنش. قال لك لا، وهذاك الشيء اللي جابت الارض والحمد لله حيت لقيتوه بقى في كتافكم، وعلاش عمامكم الاخرين ما بغاوش يدخلوا في هذا الشيء. بقينا هكاك البنات حتى لواحد النهار وحنا صابرين، حتى لواحد النهار
غادي مرض عمي سبقوا به في الطبيب، ما خلاو فين مشى، وفي هاد الفترة هادي ولينا حنا اللي مقابلين الأرض ومقابلين المهم البلاد كاملة ومقابلين داك الشي اللي بقى في الكسيبة. مشى عمي المهم سبقوا به في الطبيب، ما خلاو فين مشاو بيه، دوز غير واحد المدة ديال واحد الشهرين ولا 3 شهور ومات. ملي مات عمي صافي بقينا حنا ومرت عمي في هداك الشي اللي بقى لينا. نضنا قسمناه حنا وياها، دات هي حقها وحنايا بقى لينا حقنا. هذيك مرت عمي واخا هكاك كانت درويشة، ما كانتش قريبة من العيب، يعني كان عندها حتى هي كتبغي تسل شوكتها بلادم، ما كان عندنا معاها حتى شي مشكل. خدات حقها، خدينا حنايا حقنا، بقينا مقابلين هذاك الحق ديالنا. وليت البنات من بعد الموت ديال عمي بواحد الشهرين اولا شهر ونص هكاك، وليت فين ما كنعس كنحلم بعمي، كنحلم بيه في واحد الحالة يرثى لها، واحد الحالة كل ما كنتفكرها اللحم ديالي كيتبورش عليا. كنحلمو دائما اللون ديالو كحل 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 وكيقطر بالعرق، عرفتو راه واحد الكمية ديال العرق كانت كتهبط منه في هذاك المنام. كنت نتخلع من هذاك المنظر ديالو وكجاي لعندي وكيهز الجمر وتياكلو في فمو الجمر شاعل. هاد الحلمة هادي كنت فين ما نعس كنحلم بيها، وكنت كنوض مخلوعة وكنغوت، وكانت كتجي عندي امي كتقول لي مالك، كنقول لها شنو حلمت وشنو حلمت. هاد الحلمة هادي بقات معايا مدة وانا كنحلم نفس الحلم، فين ما نعس كنشوفو حتى مرضت وما بقيتش قادرة نعس. صافي مشيت لعند امي قلت لها امي راه ديك الحلمة راه يعني ما بقيتش كنعس مرتاحة، راه فين ما نعس تنشوف داك المنظر ديال عمي. قالت لي على هو يا بنتي دار فينا قليل، واش هو كل رزق اليتامى كيف بغيتيه يكون تما في ديك الدار؟ هو ما دار فيها ما يصلح، تعطاتو واحد الامانه وما كانش قدها. قالت لنا ما عندنا ما نديرولو، هذاك داك الشيء اللي دار فينا راه كيخلصو. بقينا هكاك المهم تقهرت انا بهذاك الحلم اللي كل مره كنشوفو، داك المنظر اللي ما واخا انايا نوصفو لكم ما غاديش تعرفوا الكميه ديال الخلعه اللي كنت كنتخلع ملي كنشوف عمي في هذيك الصوره. صافي واحد النهار قررت بلي غادي نمشي وغادي نقولها لمرت عمي. مشيت لعندها وقلت لها مرت عمي راه شنو كنشوف وشنو كنشوف، وهذا الحلم هذا راه كيتكرر معايا بزاف ديال المرات، يعني كل ما كنعس كنشوف هذا الحلم هذا. بقات كتشوف مرت عمي حتى عيات وقالت لي غادي نمشيو لعند الفقيه وغادي نسولوه، وديك الساعات غادي نشوفوه شنو غادي يقول لينا. داكشي اللي درنا مزينا راسنا ومشينا لعند الفقيه ديال الدوار، بحكم ان الدوار كله كان عارف القصه ديالنا مع عمامي وكانوا عارفين المشكل اللي عندنا معاهم. مشينا لعند هذاك الفقيه ديال الدوار وجلسنا معاه وعاودنا ليه القصه من الاول حتى الاخر، وعاودت ليه الحلم اللي كنت كنشوف. وتما كاين الفقيه قال لي لا حول ولا قوه الا بالله، الامانه الا ما كانش الانسان قدها من الاحسن ما يهزهاش، وعمك هز واحد الامانه اللي ما كانش قدها وما كانش خصو يهزها. قالت له مرت عمي كيفاش؟ قال ليها ما نكذبش عليك، هذا الحلم هذا كيعني انه كان ظالم هاد البنات وكان كياكل لهم حقهم، والدليل هو هذاك الجمر اللي كياكل فيه. ومال اليتيم راه ماشي سهل على شي واحد باش يديه وياخده، والله سبحانه وتعالى راه وصى اليتيم بزاف ديال الايات ديالو. بقات مرت عمي غير كتشوف وقالت ليه صافي انا يعني داكشي اللي قررتيه انا غادي نديرو، قول لينا غير شنو نديرو. قال ليها اولا خص بنت خوك، بنات خوه والوالده ديالهم يعني حنا والام ديالنا نسمحوا ليه. وخاصة الصراحه ما كناش قادرين نسمحوا ليه لانه كرفصنا وعيشنا في الدل والقهره، عيشنا في واحد الحقره اللي ما عمرنا ما عشناها ولا حسينا بها. ما تخيلوش المعاناة اللي كنا عايشين في هذيك السنين من بعد ما مات الاب ديالي. راه واحد الدل اللي ما عمرنا كنا مولفين، وواحد القهرة وواحد الفقر، والخير ديالنا كنشوفوه بعينينا وما كنقدروش نوصلوا ليه. المهم صافي مشينا عند، قال لنا غادي نمشيو لعند العائله ديال باكم وغادي نجمعوا كل واحد خدم من هذاك الورث وغادي نحاولوا نهضر معاهم ونقادوا الورث نعاودوا القسمه من الاول. داكشي اللي كان تجمعوا عائلة با عمامي عماماتي جداتي وجدي، تجمعوا كاملين وهضر معاهم الفقيه وشرح ليهم، والصراحه كان كيهضر بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف
وحتى هُما ما جادلوهش بزاف بحكم أن في العروبيات كتهمهم شوية السمعة ديالهم كتر، وعندهم يعني حنا في العروبية ديالنا مازال عندنا العائلة تبغي تبقى مجموعة، ما كيبغيوش يبقاو مشتّين. فهاد الشي اللي عاوننا كتر على أن العائلة ديال بابا زادو تفهموا كتر الأمر، ملي هدر معاهم الفقيه ديال الدوار، شرح ليهم وقالوا ليه صافي داك الشي اللي بغيتي راه هو اللي غادي نديرو، ونعاودو القسمة مع هاد البنات. صافي في المرة الأولى البنات كانوا ما جابوا لا اللي يقسم لا حتى شي واحد، ولكن في المرة الثانية كانوا جابوا داك السيد اللي كيقسم البلاد، يعني كيكون واحد السيد هو اللي كيعرف يقسم البلاد وتيعطي لكل واحد حقّه، على حسب ما جا في القرآن والسنة من طبيعة الحال. صافي عاودنا القسمة، خدينا حقنا، خداو حتى هُما حقهم، تسامحنا مع بعضياتنا، تصالحنا، مع المدة قدرنا نسامحو عمي، لأن الصراحة الله الحالة ديالو اللي كنت كنشوفها فيه كنت قادرة نسامحو اليوم قبل من غدا غير ما نبقاش نشوف هداك الحلم. الحمد لله الأرض ديالنا رجعت لينا، ولينا عايشين حنا وأمي بخير وعلى خير، زدنا غنيمات، زدنا بهيمات، زدنا الدجاج، زدنا الطوس في البلاد ديالنا، درنا البط، درنا البقيرات، درنا بزاف ديال الحويجات، ودابا كنفكروا باش نديروا واحد التعاونية. الحمد لله الحياة ديالنا ولات بخير وعلى خير، الأمور تقادات، العائلة الحمد لله ولات علاقتنا بهم عادية مزيانة، ولينا عايشين في الخير ديال با كيف ما كنا عايشين قبل ولله الحمد. مؤخرًا كنت تخطبت أنا وأختي، أنا قريب العرس ديالي، وأختي بحكم أنها مازال صغيرة، مازال يعني غادية دوز على يد المحكمة. الحمد لله الأمور ديالنا تحلات، جيت البنات باش نعاود لكم القصة ديالي وتاخدوها عبرة، وما تستهنوش إلا شي حد خلى ليكم شي أمانة، ما تستهنوش بها، وما تستهنوش باليتيم، لأنه راه يعني القيمة ديالو عند الله سبحانه وتعالى قيمة اللي هي كبيرة بزاف، واللي ما تيعرفش ليها من الأحسن يبعد منها وما يدخلش فيها. الغزالات ديالي هنا كتسالي القصة ديالنا، نتمنى أنكم تخليو التعاليق ديالكم ولا عندكم شي آراء هكا تخليوهم لفاطمة. نتمنى من الله أن القصة ديال اليوم تكون عجباتكم ونالت استحسانكم، ونشوفكم إن شاء الله في قصة أخرى.